يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يخص آلية الديمقراطية التشاركية، والتي يتم يعني التنسيق فيها مع مجلس جهة ضرعة فيلالت وبدعم من منظمة اليونسكو الدولية. هذا اللقاء يستقبل أو يشارك فيه مجموعة من المهتمين في المجال، وهم المنتخبين والمنتخبات، سواء الأعضاء ديال المجلس الجهة وكذلك موظفي وأطر الجهة، وأيضا المنتخبين والمنتخبات ديال الجماعات الترابية وموظفيها أيضا، وأيضا المجتمع المدني الذي يشتغل في المجال وهو يمثل الآليات ديال الديمقراطية التشاركية. حول الموضوع يكتسي أهمية بالغة مرتبط به المجلس ديال الجهه ضرعتها فيلالت ديجا شارك وساهم في تفعيل هذه اليات المقاربه التشاركيه والديمقراطيه التشاركيه، وشاركنا المواطنين في ابداء الاراء ديالهم والتفاعل ديالهم عبر خلق واحد السيت للتفاعل، وكما درنا واحد المكتب ديال الضبط الالكتروني اللي من خلاله تلقينا مجموعه من الاراء والافكار والمقترحات ديال المواطنين والاضافات والانتقادات ديالهم اللي تقبلنا بصدر رحب ودخلناها في البي دي ار ديالنا. وديجا حنا ديجا درنا هذه الهيئات الاستشاريه بثلاثه عندنا في المجلس ديال الجهه، وشاركوا معنا في جميع اللقاءات ديال الاقاليم الخمسه لمجلس الجهه اللي من خلاله ناقشنا مجموعه من هذه الاليات والتفاعل ديال المواطنين. كما حنا وصلنا مشينا بعيد، دابا كنفكروا اننا نديروا الميزانيه المواطنه، الميزانيه التشاركيه ديال المواطنين اللي هما غيتحكموا فيها وهما غيديروا بها المقترح ديالهم، غيقترحوا لنا واحد المقترح مثلا بيئي ولا اقتصادي ولا اجتماعي على حسب الهيئات، وهما غيواكبوا وغينفذوا هذاك المقترح ديالهم بالميزانيه اللي يخلي لهم المجلس ديال الجهه. شكرا.